هلا حبيباتي، يا مساء الخير ومساء العافية عليكم. شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم جيتكم قبل اغسل الماعين. والله ماعين الريوق لملمت عندي كم ماعون منا ومنا، فلملمتهن قلت خلي ابدو اياهم فيديو. هاي شنو عندي اني؟ طبعا البنات هاي صار لها فترة يعني وقت هاي الفيديوهات عندي، بس ما لحقت امنتجها، عندي ظروف وشغلات وهيك. هسه راح اقول لكم شنو اللي عندي وشنو اللي مأخرني، بعدين يعني تلقوها بنهاية الفيديو. أقول لكم شنو اللي عندي كان مأخرني، بس هسه خلي أحكي وياكم على الفيديو. هنا حبيت أشارككم غسل الماعين، لأن صار لي فترة ما مشاركتكم بهذا الغسل مال الماعين والهوسات والتنظيفات وهيك شي. فأنا اليوم عندي وياكم بس هسه راح أغسل الماعين ومن بعدها ألف الدولمة وشغلات كلش بسيطة، وحابة أجيكم بالشي ذاك يوم وعدتكم بيه، وقلت لكم إن شاء الله أتذكره وأقول لكم بالفيديو. زين، وراح أصور لكم إياه هسه فد شوية، بس ابقوا وياي وابقوا ويا الفيديو وشوفوا. وبنات شغلات كلش حلوة راح تستفادون منها، والكل بنية متمنيتها، الأغلبية يعني ما نقول كلها، أغلبية البنات متمنية هذا الشيء اللي راح أحكي عليه هسه. هنا حبيت قلت لكم اصور لكم هاي الماعين لان تنطى حافز شويه، تخلي حماس، تخلي الوحده لا مالها خلق تقوم تغسل، فحبيت اشارككم بيها. هنا أنا شنو عندي بعد ما راح اكمل الماعين؟ قلت لكم راح ابدي وياكم وين نسوي الدولمه. الدولمه هم مقتطفات اخذت لكم منها كلش بسيطه، على مود ما اطول عليكم واجي احكي لكم على شغلات راح تفيدكم انتم بنات، راح تفيدكم والله. يعني انا خاصه هاي للبنات، واللي حابه تسال وتستفسر تجيني على الانستا. انا دائما اخلي لكم اليوزر بالوصف، او اخلي اثبت لكم تعليق. فاللي حابة تسأل وتستفسر وتستفاد من هيك شيء أهلا وسهلا بها. وفد شوية وأقول لكم منتظر الفيديو يمشي على مود أوصل وياكم للدولمة. هم سولت لكم فد شوية عليها، ومن بعدها أنا مصورت لكم الشغلات اللي راح أحكي لكم عليها بنات، كلش راح تستفادون منها. بس انتظروا، لا تقدمون الفيديو، لا تقدموا، انتظروا وشوفوا شنو راح أقول لكم عليه. مو تركضون ركض تروحون تقدمون الفيديو على مود تشوفون النهاية. واكثر شيء انا هاي الفتره بنات مشغوله بيها، والله العظيم اكثر شيء مشغوله بيها، لان واحد من يلقى له فد شيء عمل يحب يستفاد من عنده. هنا أنا عندي هاي الدولمة تشوفون، طبعا تحضيرات انا محضرتها، وكل التحضيرات عندي هنا. هاي محضرة الطعام خليت بيها البصل، عندي هاي الطماطة والسلق والشغلات التمن كلها انا مكملتها، الكشمش غاسلته، اللحم، يعني كل التحضيرات مكملتها. ودائما يا بنات اذكر لكم واقول لكم اني احضر كل تحضيراتي يلا ابدي اشتغل باي شيء. زين، التوابل هم حسب الرغبه، بعد انتو حسب الحابيها، واكو بيها ناس تحب يعني تخلي بس بهارات الدولمه، هاي هم تعطي طعم يعني طيب، وشلون توضح لك طعم الدولمه، مو مثل ما تخلطين وياها هواي من التوابل. هنا ضفت عليها هاي الطماطة، هاي البصل، طبعا هاي بنات برشتهن كلهن بالمحضرة مال الطعام، يعني سويت ثرمتهن بيها. زين، وهاي التوابل بعد انتو حسب رغبتكم. انا خليت النوم بصرة، خليت بهارات الدولمة، خليت قليل من الكاري، يعني شوية شوية، وخليت وياهن نكهة مو نكهة، هي بهارات مال اللحم. زين، وهنا دبس الرمان والملح، وتعرفون بعد دولماتنا ياهل ما يعرفها، بس انا احب اشارككم عن اعطيكم شويه حافز، شويه شلون تقولون اكو بيهم يعني اكو بيهن اكو مو كلهن سوا، كسولات شويه مالهن خلق، فمن يشوفن هيك شغلات يعني نقومن نشتغلن، لان اني شايفتها بنفسي. من مرات شغلات مالي خلق هالشي من اشوفها بيوتيوب او وين ما كان، اقول لا خل اقوم لعد انا هم اكمل شغلي. اي، وضفت لها بنات دائما اني يعني اضيف ويا الدولمه، ويا مواد الدولمه اضيف قليل من السماق، هو هم بيه حموضه ويعطي طعمهم كلش طيب، يعني احب على مود الحموضه مالته. زين، وبالذات بنات عندنا سماق انا جبته ويانا من الشمال، من هناك من اربيل من رحنا، فجبته بنات طعمه كلش طيب، يعني يختلف عن السماق مالتنا لهنا. وان شاء الله بس اروح مرة الثانية لازم اجيب لي فد كيلو واضمه على قد الطعم مالته الطيب، والله مو نفس السماق يعني نشتري منه شوية لو بي بهوت، يعني باهت ما بي حموضة كافية، هذاك لا مدري شلون نسوي، ما اعرف يعني كلش حلو شغلهم وتوابلهم وشغلاتهم هم نظيفة وحلوة. فهنا أنا بديت ألف بالدولمة، مصورتها لكم من مستوية لو لا ما ادري، بعد انتو ضلوا الفيديو شوفوا. زين، هنا أنا شنو عندي بالله بعد
هو ألف دولمة بس. لأن فيديوهات بنات منتجتهم كملتها بس ما مطبقة عليها صوت. هاي صار لي فترة، بس هسه جيت قلت خلي أكملهن وأطبق عليهن صوت وأنزلهن بالقناة، لأن قناتي شبه ماتت. صار لي فترة يعني ما منزلة بيها، وأنتو هم يعني مو تمام مشاهداتكم وياي ولا لايكاتكم، فوين الواهس بعد يا بنات، وين الواهس يصير؟ لقيت لي شغلة قلت خلي أمشي بيها أحسن، أسترزق أحسن لي، ولو الحمد لله والشكر لا ماشي الحال بكل شيء زين الحمد لله. بس والله حابة يعني أحب شلون أنا قناتي، يعني ما أقولكم ديك الأفادة وهيك لا، بس أنا حابة يعني أنزل بيها، حابة ما أعوفها، ما أريد أعوفها، يعني أحب أنزل بيها على طول. ما شلون تقولون، صحيح أنتم ما تسوون واهس وشي، بس أنا حابتها زين. وهل يجينا الحمد لله والشكر، مو شغلة فلوسية، بس حبيت يعني شلون صديقات أخوات مشاركة هيك وياكم، هي هاي هي. هسه ايش راح اسوي بعد؟ بالله خلي اشوف. ابقوا وياي بالله، خل نباوع انا وياكم نشوف ايش راح اسوي. هي الدولمة نفسها ملف بيها. لحد الان الف بيها. هسه شنو بنات، راح اخليكم ويا الفيديو وفد شوية وارجع لكم. وهسه حبيباتي بعد ما كملت اللف مال الدولمة خليتها هنا على النار، ومن بعدها راح اراويكم الاستواء مالتها، لان لقيتها بعد ما وقفت تطبيق الصوت لقيت مصورت لكم من مستوية، بس ما مصورت لكم تحضيرات مال الغداء. واقول لكم وسهمكم الف عافية، وتعالوا وياي خل اراويكم الشغلات اللي وعدتكم بيها وقلت لكم راح اراويكم اياها. ابقوا وياي. الحاجات اللي قلت لكم عليها، واول ما قلت لكم طبعا اول تجربتي اني هاي القهوة السوداء. القهوة السوداء بنات تجنن، حتى له الضغط لا تخليه يرتفع لا تخليه يصعد لا تخليه ينزل، يعني تخليه طبيعي. وبالنسبة يعني هو الألم الراس طبيعي. وبالنسبة للشغلات اللي قلت لكم عليها، واكثر شيء افاده لامهات الكرش اللي عندها كرش بنات، يعني مو طبيعي. انا مسويه طبعا عمليتين، وهسه انا ما اقول لكم عندي كرش، حتى بالعمليات انا ما يعني شلون عندي طريقه بان ما اخلي بطن عندي، بس شنو نفس الوقت فادتني، يعني حيل فادتني بنات. تخبل هذا الظرف تسويه مرتين باليوم، قبل الاكل تاخذيه بساعه او نص ساعه قبل الاكل الصبح قبل الريوق، وقبل العشاء زين، او تردين 3 مرات باليوم هم عادي بعد تشوف كيفك. انا مسوي هذا مرتين. وهاي باكيت طبعا خلصت عندي تقريبا من دخلت لحد الان، شو لكم ما استغنى عنها. كل شهر اني من افعل اجيب هي هاي القهوه السوداء زين بنات، تجنن تجنن يعني. وبالذات للكرش اللي قلت لكم عليه البنات يستفادون منه، اكو بيهن عندهم كرش ويعانن يعني ومحتارات زين، بهاي تفيدكم حيل تفيدكم بنات. وهذا الشيء مو اعلان بس حبيت افيد البنات، اكو هواي يعانون من الكرش ودائما يشتكون منه، فهاي تفيد كلش هواي تفيد، ونفس الوقت تفيد حتى المفاصل، وتفيد الضغط لا تخليه يصعد لا تخليه ينزل الساوي، وكل شيء تفيد زين. وهاي القهوه ماليزيه بنات، هاي شوفوها انا دائما استخدمها تجنن. وعوف القهوه على صفحه بنات، هاي المكملات الغذائيه زين. هذا عندي اني دوالي طبعا اخذ من عنده، هاي 4 علب طبعا، الرابعه ما اعرف وين، هاي لحد الان بيها. هاي شوفوها راح تخلص، هم راح اجيب ان شاء الله فعل هذا الشهر. وهاي عندي هذا خالصه، وهاي هم خالصه، وقبلها هم علبه خلصت بنات. هذا يجنن يجنن للاعصاب للمفاصل، المكمل غذائي يجنن بنات، يعني لا يخلي عندكم الام. اني عندي رجلي طبعا بيها دوالي من اول حمل الي صار عندي، وشكلت وياي يعني ولحد الان، بس شنو كنت اعاني منها تموت يعني من الالم فد مره. هسه حاليا الدوالي عندي تروح خفت
عندي يعني مو مثل قبل، الآلام ماكو وأنام مرتاحة. كنت أتقلب الليل كله ما أقدر أنام. هسه من أخذت لحد الآن الحمد لله والشكر. وهذا عندي شوفوا هذا الحب مالته هيك يصير، هذا عرف الأسد. شوفوا هاي راح تخلص عندي أنا إن شاء الله، هم من أفعل راح أجيب من عندها لأن ما أقدر أستغنى عنه. هذا لازم آخذ لفترة 6 شهور. يلا بكيف أريد أتركه أريد أخليه، ونفس الوقت يفيد الذاكرة، يفيد الكل، يعني كل شيء يفيد. زين الدماغ الكل شيء يفيد بنات هذا. زين وهذا بنات مسحوق فطر الريشي. بنات يعني شو اقول لكم عليه، انا بس حبيت افيدكم انتم. اكو بنات اكو ناس هواي يعني تتمرض ما تحب طبيب. انا بالنسبه لي ما احب طبيب نهائيا، يعني من لقيت شغله بالبيت ومستفاده منها اقول الف حمد وشكر ربي من دليتنا على هيك شركه ومن دليتنا على هيك منتجات ومكملات غذائيه. شوفوا بنات هذا الفطر الريشي، هاي العلبه الثالثه طبعا انا اخذها من عنده، ومو بس اني حتى ابو زيد باعوا. هذا شوفوا عندي هذا الكوب اراويكم اياه، هذا تقريبا 3/4 من المي، واجيب هالقد. شوفوا هالقد اخلي بيه واخليه في دقيقتين وارجع اشربه. بنات شنو يعني شو اقول لكم عليه. كانت اني دائما انتو روحوا طلعوا على الفيديوهات القديمه وشوفوا اشتكي منين، من شنو، من حساسيه العطاس على طول. يعني حصر علي اشتم عطر، حصر علي نظف البيت من معطرات، حصر علي خلي عطر، طحين من اخبز، التايت من اغسل، يعني موت انتهي يومين اني ما ارتاح. وشنو عندي تحسس كان بدايه، وعندي نفس الوقت تدرون بيه مره سولفت لكم وقلت لكم من صار بيه بيان نظفت المطبخ وانا من قبلها عندي ربو. زين يعني من زمان عندي شكل ويا ربو، احنا عندنا ربو وراثي من ابويا الله يرحمه. بنات شنو من اخذته يعني شو اقول لكم، يعني حتى ابو زيد والله يعني دكاتره رحت طول البخاخ ابو 35 انا كنت اخذ البخاخ وما يفيدني نهائي. وهذا المكمل الغذائي فطر الريشي، ها شوفوا تجي العلبه هاي متروسه هسه تقريبا مخلصتها. زين بنات فادني افاده مو طبيعيه. يعني اني صار لي شهرين ما احس لا بالربو لا بالحساسيه لا تحسس بدايه لا فد مره. حتى ابو زيد قال يعني اطباء احنا ما طيبوش يعني، وهذا الفطر ليش طيبش؟ قلت له والله العظيم هاي قدامك شوف والله افيدكم مثل انتم البنات يعني اللي تتابعوني. عندها امها مريضه، اختها مريضه، هي مريضه، ابوها، يعني كل شيء. حتى يعني اكو شغلات والله يعني احنا هسه بالجروبات اكو شغلات شفاء من السكر والله بالله متعجبه. زين يعني ما شاء الله خير من الله، مكملات غذائيه يعني تكملك كل شيء، اي نقص بجسمك، اي تحسسات، اي شغلات عندك. زين يعني كلها تكملك اياها المكملات الغذائيه. يعني والله ما تصورت فد يوم اطيب اني من الربو، ما صورت من الحساسيه. رحت عده دكاتره من الحبوب اللي اخذها والابر نفخت يعني هيك فد مره ورمت، بس ابر وحبوب يعني ما بيها اي افاده، وعمر سنين هذا يعني. وهذا اجاني يعني شقلكم 10 ايام انا شفت نتيجه. بس هسه حاليا انا استخدمه مده شهرين، العفو 6 شهور، صار شهرين استخدمته وراح ابقى عليه اصلا. يعني قلت حتى يجوز ما اتركه، بس هو عادي اللي يريد 5 شهور 6 شهور يتركه او 4 شهور عادي، يعني ماكو اي اشكال، لان هو طيب لك الخلايا السموم اللي بجسمك وخرها كل شيء وخره. والف حمد وشكر ربي من لقاني هيك يعني منتجات ومكملات غذائيه، الف حمد وشكر. شوفوا بنات طبعا هذا انا كنت استخدمه، ها شوفوا هاي صار لي شهرين بعد لا اشوفه ولا اصلا ناسيته. والله هاي متروسه اشتريتها وعفتها ب35,000. كنت اخذ قبله ب16,000 يمكن نسيت اسمه والله، وهسه هذا الاخذه ب35,000. زين بس هذا تركته هسه حاليا اني صار لي شهرين ما شايفته اصلا، بس هسه طلعت لكم اياه ويل بتخلي يعني اراويهم اياه بالتصوير. وبسبب هذا فطر الريش بنات كل الزين هو المورنزي بعد هو شغلات انا اخذت من الشركه والحمد لله والشكر، وكلها مكملات غذائيه. وهذا كل شيء حتى الحمل يفيد، يعني كل شيء يفيد للهرمونات ولاي شيء يفيد. والحمد لله من الله دلانا عليه هيك منتجات، الف حمد وشكر يا رب. وبنات طبعا هي هاي الشركه انا داخله بيها، واكيد هواي من البنات يعرفوها ويجوز مستهزئين بيها. انا وحده من الناس اول ما دخلت لها مستهزئه بيها للصراحه، بس بعد ما شفت المنتجات جربت منتجات جبتها وجربتها وكلها بيها نتيجه وما شاء الله. زين بنات اذا حابين يعني تستفادون من هيك شيء او تردون حتى لو فرصه عمل او اي شيء، تواصلوا وياي على الخاص. انا دائما اخلي لكم اليوزر بالوصف او مثبت بالعفو بالتعليق. زين ودخلوا لي وانا اقول لكم شلون تدخلوا لها وشلون تاخذون منها المنتجات وبرخص، يعني شلون يقولون العضو الى خصم.
يختلف عن بدون رقم عضوية ياخذ. ولهنا حبيباتي إذا حابين توصلون وياي أهلا وسهلا بكم. وهاي حبيت أقولكم بيهن وأفيدكم بيهن. وهاي القهوة بعد ما أدري يعني ما أدري هاي معجزة، معجزة للبنات والله، اللي يعانون من الكرش خلي ياخذون من هاي ويجربون ويشوفون. ويلا حبيباتي لهنا أقولكم مع ألف سلامة وباي باي.